السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. هذه لكم تشوفوا فيها هنايا الكبده تاع الدجاج بطريقه واعره. حتى اللي ما يبغيش الكبده باسكو تجي مزفره هنايا والو غادي تعجبه، وغادي كل مره تبغوا ديروها بهذه الطريقه الا جربتوها. رانا عارفين الكبده مليحه لصحاب لانيمي، غنيه بالحديد وهذا. دونك الا جربتوها بهذه الطريقه راني عارفه غادي تعجبكم وتقولوا ديروها، ما تستغنوش عليها وما تستغنوش على هذه الطريقه. المهم ما غاديش نطول عليكم، ندخلوا نشوفوا كيفاش غادي نحضروها مع بعض. هنا غادي ندو مقله، غادي نديرو فيها حبه بصله كبيره، ولا كانت عندنا الكبده بزاف غنديرو 2 حبات بصل. نديرو شويه زيت زيتون وشويه زيت، ونديرو البصله تاعنا مقطعه، ونزيدوا عليها الفلفله ماذا بيا تكون يا حمراء يا صفراء يا اورانج. من الاحسن انا نفضل احسن من الخضره، ونخليها حتى تنزل وتدبال، ونزيدوا عليها شويه فلفل الكحل وشويه ملح، نوخروها دو كوتي. نجيبوا الكبده تاعنا اللي بيان سور نكونوا غسلناها في الخل والماء ولا مع الليم والماء، ونقطعوها قطع صغيره وتكون مقطره تاع الصح. غادي نخلوها تتقلى على نار مجهده عاليه باش ما يطلقش الماء تاعها. كي تتقلى مليح غادي نزيدوا عليها 3 سنان ثوم، ونزيدوا عليها الكمون فلفل الكحل وملح، ونخلوها تتقلى مليح. كي تتقلى مليح غادي نقلوها دو كوتي كيما راكم تشوفوا فيها ناشفه. دو كوتي نقطبوا هذاك الفلفل تاعنا اللي درناه مع البصله، نزيدوا فوقها الكبده تاعنا اللي كنا قليناها واجده. غادي نزيدوا عليها شويه قزبر ومعدنوس، ونخلطوها غير تخليطه خفيفه ونطفيو. وبالصحه والراحه.